عارف الشعور ده؟ وراك كتير وما بدأتش. بتفتح الموبايل تشم نفسك دقيقة واحدة، الدقيقة بقت ساعة واليوم ضاع. تحس بذنب يخنقك بس برضه مشلول. في خناقة جوه دماغك انت مش شايفها. جزء في عقلك عايز يلعب وبس، وجزء تاني عاقل خايف على مستقبلك. وانت الضحية بين الراحة والمسؤولية. التسويف مش كسل، ده هروب. بتهرب من مشاعر خوف مش فاهمها، خايف تفشل أو ما تعملش حاجة مثالية. عقلك بيخدعك، بيقنعك إنك تحمي نفسك، بيخلي المهمة تبان جبل صعب تطلعه، فتقرر تأجل لحد ما تبقى جاهز. للأسف عمرك ما هتبقى جاهز بالطريقة دي. عقلك بيموت في الدوبامين السريع، اللذة اللحظية بتنسيك هدفك البعيد. بس لما اليوم بيخلص الوجع بيرجع، سنين بتتسرق بحجة بكرة أحسن. دايرة مقفولة بتتكرر كل يوم. التأجيل مش بيريحك، ده بيستنفد طاقتك. التفكير في الشغل أتعب من الشغل نفسه. بتصحى بنفس الوعود وبتعمل نفس الغلط. الوقت هو راس مالك وانت بتخسره. بتتفرج على غيرك وبتسأل ليه مش أنا؟ لأنك سلمت مفتاحك للراحة المزيفة. بس هل في أمل؟ طبعا فيه. الحل محتاج وعي مش معجزة. عقلك مقسوم حتتين، صراع ما بيخلصش. في قرد جوه عايز يتبسط دلوقتي، وفي ربان سفينة عايز يوصل للبر. القرد بيخطف الدركسيون، كل ما تيجي تبدأ بيديك دوبامين مغشوش من السوشيال ميديا لحد ما تلاقي نفسك خلصت بنزين. طيب ازاي تفصل الفيشة دي؟ أول خدعة لعقلك هي التفكير الكبير. قطع المهمة لحتت صغيرة قوي، ما تقولش هذاكر كتاب، قول هقرا سطر. البداية الصغيرة بتكسر حيطة الخوف. جرب قاعدة ال5 دقايق. اقنع عقلك انك هتشتغل 5 دقايق بس. بعد ال5 دقايق المعجزة بتحصل، المحرك بيسخن وما بتقدرش تقف. ابعد المغريات عن عينك تماما، البيئة اللي حواليك هي اللي بتحكمك. افصل نفسك عن أي دوشة، ركز في دلوقتي مش في النتيجة. الرحلة مش خطوة واحدة، دي مجموعة خطوات. احتفل بكل إنجاز صغير مهما كان. عقلك بيحب التشجيع مش التأنيب. بطل تجلد ذاتك، كلنا بنغلط. المهم تقوم تاني وبسرعة. خليك مرن زي المية. حط هدفك قدام عينك كل يوم. انت أقوى من أي لحظة ضعف، ودي كانت أول خطوة في الطريق. البداية سهلة بس الاستمرارية هي الفرق. ما تحاولش تكون مثالي، حاول تكون ملتزم. في أيام هتحس فيها إنك مش قادر، في الأيام دي اعمل أقل مجهود ممكن. القليل الدايم أحسن من الانفجار المؤقت. كل يوم بتكسب فيه نفسك هو استثمار. احمي تركيزك كأنه كنز غالي. الدنيا هتحاول تشتتك بس انت صاحي. قدر قيمة وقتك لأنه مش بيرجع. تخيل شعورك لما تخلص اللي وراك. الراحة بعد الإنجاز طعمها حقيقي. انت بتبني شخصية جديدة بتحترم مواعيدها. كل مهمة بتخلص بتفتح الباب للي بعدها. النجاح مش حظ، النجاح عادة. جدد نيتك كل يوم الصبح. افتكر ليه بدأت لما تحس بيأس. التغيير بياخد وقت بس بيحصل. دور على ناس تشجعك تكمل. النظام هو عدو التسويف الأول. اشكر نفسك إنك حاولت النهاردة. انت مش تسويفك، انت اختياراتك. في عالم مستنيك لما تبطل تأجل. كل خطوة بتقربك من نفسك اللي بتحلم بيها. المفتاح في إيدك من زمان. امشي بيقين إنك قادر تتغير. مش لازم تكون عبقري، لازم تكون موجود. افتح صفحة جديدة دلوقتي حالا واستعد للمرحلة الأخيرة. خد الخلاصة وابدأ طبق. أولا، ابعد الموبايل تماما. ثانيا، حدد 3 حاجات بس. ثالثا، ابدأ 5 دقايق فقط. رابعا، كافئ نفسك بعد كل إنجاز. خامسا، سامح نفسك لو وقعت. الحياة أصغر من إنك تضيعها في انتظار. افتكر كل اللي قلناه. القوة مش في العضلات، القوة في القرار. انت مخلوق لحاجة أكبر من التأجيل. كل صبح هو فرصة جديدة. اعمل ده عشان اللي بتحبهم، اعمل ده عشان الطفل اللي جواك. دلوقتي مش بعدين. الرحلة بدأت، مبروك عليك. أنا متأكد إنك هتعملها. العالم محتاج نسختك الأفضل. ما تخليش الساعة تحكم حياتك. خد الخطوة وما تبصش وراك. الشغف بيجي مع الشغل. التسويف كان حجاب وانت شلته. دلوقتي انت حر مش سجين. اتحدى نفسك كل يوم. المستقبل بيتكتب بإيدك النهاردة. انتهى زمن التأجيل، بدأ زمن الإنجاز. لو بدأت قولي في التعليقات. العقل يفضل الراحة بس انت تفضل النجاح.